السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد 2023 السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصا في مصر. احتلت العلامات الأوروبية الصدارة في سوق السيارات المصري هذا العام، حيث سيطرت على قائمة أفضل 10 علامات تجارية في مصر، وجاء ذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها سوق السيارات المصري مثل ارتفاع أسعار السيارات ونقص المعروض، حيث تصدرت العلامة الألمانية مرسيدس قائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصا في مصر خلال أول 11 شهر من العام الحالي، وتمكنت من تسجيل 5561 مركبة في مختلف وحدات المرور. وجاءت سكودا في المرتبة الثانية بترخيص 4501 سيارة، بعدها سيارة رينو في المركز الثالث بواقع 4057 مركبة، وحلت فولكس فاجن في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصا للسيارات في مصر، مسجلة نحو 3459 وحدة خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي. وحصدت BMW المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2750 سيارة، أعقبتها ستروين في المركز السادس بواقع 1974 مركبة، وتمركزت أوبل في المركز السابع بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصا للسيارات الملاكي، مسجلة نحو 1629 وحدة. تلتها أودي في المركز الثامن بواقع 1588 مركبة، وظهرت بيجو في المرتبة التاسعة بإجمالي ترخيص 1200 سيارة. تلتها سيات في المركز العاشر بنحو 925 مركبة، واحتلت فيات المرتبة الحادية عشر بترخيص 804 مركبة. بعدها رينج روفر في المركز الثاني عشر بواقع 722 أو 772 مركبة. نيسان الصدارة اليابانية. اعتلت نيسان قمة ترخيص السيارات اليابانية في مصر خلال أول 11 شهر من العام الحالي، بعدما تمكنت من تسجيل 785 ألف مركبة في مختلف وحدات المرور. وجاءت سوزوكي في المرتبة الثانية بترخيص 653 أو 6350 سيارة، أعقبتها تويوتا في المركز الثالث بإجمالي 3990 مركبة. وحافظت ميتسوبيشي على تمركزها في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 2041 سيارة خلال تلك الفترة. شيري تقود الصينية. قادت شيري صدارة الترخيص السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 9181 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أول 11 شهر من العام الحالي. وحلت MG في المرتبة الثانية بترخيص 5240 مركبة. تلتها BYD في المركز الثالث بنحو 3960 مركبة. هيونداي الكورية وشيفروليه الأمريكية. تصدرت هيونداي قائمة ترخيص السيارات الكورية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 6537 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي. بعدها كيا في المركز الثاني بإجمالي نحو 5625 مركبة. ويشار إلى أن كيا وهيونداي تعتبران أكثر العلامات الكورية انتشارا في السوق المحلية. على الجانب الآخر تصدرت العلامة التجارية شيفروليه قوائم ترخيص السيارات الأمريكية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1947 مركبة في مختلف وحدات المرور.